أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن الرحمة. المحبة والرحمة والتراحم بين المؤمنين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين وكأنهم بجسد واحد بغاية التضامن والتآلف والتحابب والتراحم بينهم. واعلم أن العاطفة لا تأتي من أصحاب القلوب القاسية، وكذلك الرحمة والمودة، فإذا كان الإنسان قاسي القلب وكأنه نزعت الرحمة من قلبه، فعلينا أن نعيد الرحمة في قلوبنا وأن نعامل الناس كما نحب أن نعامل، ونتذكر شهر الخير والبركة ونغتنم الخيرات وندفع الزكاة ونقوم بإفطار الصائم ونرحم ونجعل الرحمة في قلوبنا. دمتم بخير، وإلى لقاء آخر في الحلقة الأولى من المغفرة.